السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يوم جميل للكرة المصرية. بداية النادي الأهلي كسب نوارا إيجلز على أرضه، بره أرضه يعني 1-0 بهدف اون جول صناعة محمد هاني. الله أكبر، بيتقدم لمستوى عالي. وفعلا يا ابني انت صح ان انت ما بتسمعش لاي انتقادات في السوشيال ميديا، وهو ده اللعيب الصح، ان هو ما يبصش للانتقادات في السوشيال ميديا. الحاجة التانية، الخبر التاني النهاردة اللي بعد ما ابتداه الأهلي بالصعود، نادي الزمالك كسب ديكي داها الصومالي 6-0 ويصعد للدور القادم دوري المجموعات. ومبروك برضو لإخواتنا الزملكاوية عشان ما حدش يزعل. ويختتمها نادي بيراميدز بفوزه بالسوبر الأفريقي على نهضة بركان 1-0. فيستون مايلي بجد يا جماعة، نادي بيراميدز عامل ضجة وقوة بجد يعني. لازم ما تنكرش المنافس بتاعك اللي هو دلوقتي بقى بيراميدز، بقى قوة تالتة مع النادي الأهلي والزمالك. و ده ما يمنعش ان احنا ندي الفرق بقيت حقها، لان انت لو طالع تتكلم في فيديو او تحلل او تعمل اي حاجة عن الكورة لازم تدي حتى المنافس بتاعك. احنا مش اعداء يعني، احنا كلنا اصحاب والكلام ده، واحنا بنهزر ونقعد نضحك ونسف على بعض، بس مش هتوصل ان احنا في الكورة بعد كده نروح ضاربين وقاتلين بعض لا قدر الله. نبتدي النهارده المباراه. النادي الاهلي النهارده ابتدى بتشكيله كويسه جدا ومتوازنه، وعايز اقول لك ان النهارده في الدفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم الله اكبر عليهم بجد، وهاني. الرجاله النهارده في خط النص يعني كانوا عاملين اداء عالمي. يستروب يا جدعان، الراجل انا طبعا مش هينفع ان انا اقيمه اول ماتش، بس ادارته الفنيه للمباراه النهارده، لا انت كوتش يا باشا. الراجل كان مقسم الماتش، لو حد لاحظ مقسم الماتش بتاع النهارده بتاع الاهلي مراحل. النهارده انا عايز اقول لك ان الراجل ده يا جماعه حتى في التغييرات، انت حد لاحظ ان لما لعيبه النادي الاهلي بعد ما كنا طبعا الشوط الاولاني يعني فاشخين، انا اسف في اللفظ، كاسحين الفرقه بتاعت نوار ايجلز اللي هي ما شاطتش غير طول الماتش غير عليك 4 كور بس. انت متخيل الراجل كان مقسم المباراه ازاي، وازاي ان احنا نهاجم والناس تنظم والدنيا والكلام ده. حتى زيزو النهارده وبن شرقي ومحمد شريف على وعسى يعني اصابته النهارده تكون كويسه. انت متخيل النهارده النادي الاهلي كان عامل ازاي؟ انت طالع الشوط الاول كسبان ومتالق وعامل صناعه فرص غير طبيعيه. وزيزو النهارده كان عالمي النهارده في الوينج بتاعه. يعني الراجل يستروب حتى لما لقى لعيبه الاهلي ابتدت تتدلع قام زعق اتكلم، لا اتحرك اعمل مش عارف ايه. بس برضو احنا مش هننفخ فيه، لان احنا مش عايزين برضو نتصدم زي سيء الذكر ريبيرو اللي كان لا قدر الله الاهلي كسبان خسران. طب يا ابني اعمل حاجه. لا انا جايبيني من على لينكد ان بالبروفايل بتاعي كده. هو فعلا كانوا جايبينه اصلا فرقه جنوب افريقيا اورلاندو بايرتس يمرنهم، وهو مدرب من على لينكد ان. المهم ما علينا. يعني فوز النهارده مطمئن للنادي الاهلي، وان انت مستعد وان الدنيا كويسه وان اوضه اللبس مستقره والنادي الاهلي مستقر. وفوز الزمالك النهارده يمكن يرجع جزء من الثقه المفقوده اللي حصلت بعد ماتش القمه. وطبعا بيراميدز بيستمر في صحواته وقوته، يعني كان بدأ الدوري في الدوري المصري مش حلو، بس دلوقتي الراجل اهو يعني هيلعب كونتيننتال قبل النهائي وكسب السوبر الافريقي، ولسه لما هيرجع يلعب دوري ابطال افريقيا. مباراة جميلة لجميع الفرق المصرية النهاردة، مباريات جميلة النهاردة. اتمنى ان شاء الله النهائي يبقى على الاقل مصري بين النادي الاهلي وبيراميدز، وربنا يكرم النادي الاهلي. انا كاهلاوي اتمنى ان النادي الاهلي يكسب، بس حتى لو يعني لا قدر الله لو بيراميدز كسب برضه يبقى انت الانديه المصريه مسيطره على افريقيا. طبعا انا في حلقه قريبه ان شاء الله بعد على يوم الاثنين الجاي، طبعا بعد لما ان شاء الله منتخب المغرب ربنا يكرمه وياخد كاس العالم، عشان دي انا هتكلم فيها. لان الفيديو اللي فات انا سمعت ناس ندى كتير بسبب الباشا الكابتن الجاهز اللي قال لك انا صعدت كاس العالم وكده اتعشت. مبروك الانديه المصريه النهارده، وحظ اوفر في اللقاءات القادمه باذن الله، واتمنى فوز النادي الاهلي بالبطولات كلها. سلام عليكم.